البنك الأهلي المصري بيفاجئ عملائه بإصدار أعلى عائد شهادات لمدة عام واحد، والعائد بيصرف يوميا. تعال نشوف تفاصيل الفايدة الجديدة بالبنك الأهلي المصري. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. البنك الأهلي المصري ويعتبر هو أكبر بنك في مصر من حيث العدد وانتشار فروعه، وأيضا هو الذراع الأيمن للبنك المركزي، واللي هو بيحارب بالتضخم في أي وقت عن طريق إصدار الشهادات المرتفعة العائد أو بيصدر أذون خزانة وغيرها في البنك الأهلي. وده بتكون بتعليمات من البنك المركزي لسحب السيولة النقدية من السوق، واحنا شفنا الكلام ده في الشهادات ال 18% وفي الشهادات ال 30% أخيرا، وحاليا هي المطروح حاليا. واخر شهادات تم اصدارها مؤخرا بالبنك الاهلي المصري بعد رفع اسعار الفايده من قبل المركزي في اخر ارتفاع له كان 6% دفعه واحده، وهم الشهادات السنويه المتناقصه العائد ال 30% أول عام وتاني عام 25% والتالت عام 20%. وأيضا أصدر الشهادات الشهرية متناقصة العائد 26% أول عام و22% تاني عام و18% تالت عام. وكمان أصدر الشهادة 21.5% لمدة 3 سنوات، واللي هي بديل للشهادات 19% اللي كانت مطروحة في البنك الأهلي أو بنك مصر. لكن البنك الأهلي المصري يفكر خارج الصندوق مرة أخرى وأصدر شهادات كتير مننا ما يعرفش الشهادة دي لمدة عام واحد العائد فيها 23%، يصرف العائد فيها يوميا، والشهادة دي لم تكن متاحة من قبل، ولكن البنك الأهلي المصري أصدرها، وحاليا يوجد شهادة بعائد 23% ويصرف العائد فيها يوميا. توريد الصرف بيكون يومي بالبنك الأهلي المصري. وانتظر منا باقي الشهادات القادمة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك الفيديو عشان يوصلك باقي الشهادات القادمة بإذن الله.